اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من مجال الكريم. النهارده نزلنا الشارع وبدانا نعمل مقلب جديد. تفتكروا ايه اللي حصل؟ وتفتكروا ايه المقلب؟ المقلب كان عباره عن تحدي. طبعا كنت بوقف الناس في الشارع وبقول لهم ان ده مقلب اسمه اكسب مع كريم. لو عملت تحدي بينك وبين شخص تاني وانت اللي فزت بالتحدي تاخد 1000 جنيه. وبدات اوقف الناس، وقفت كذا ضحيه وبدات اوقف زينب طبعا على اساس ان انا ما اعرفهاش. وايه اللي حصل؟ زي ما انتوا سمعتوا من كريم، كريم عمل تحدي بيننا وبين الناس. طبعا انا التحدي بتاعي سهل جدا، وبين الضيف طبعا يعني استفزناه بطريقه. تفتكروا ايه رد فعل الناس؟ تعالوا نشوف. بس قبل ما نشوف، اول حاجه صلي على النبي واعمل فعل زر الجرس واعمل لايك وشير للقناه. النهارده عاملين تحدي جديد. جبنا الاستاذ، نتعرف باسمك. مؤمن. استاذ مؤمن. وجبنا الاستاذه زينب. استاذه زينب والاستاذ مؤمن. النهارده هنعمل ما بينهم تحدي جديد ومختلف. تحدي الاسئله، 3 اسئله للاستاذه زينب، 3 اسئله للاستاذ مؤمن. يعني الاستاذه زينب هتسال 3 اسئله والاستاذ مؤمن هيسال 3 اسئله. اللي هيجاوب فيكم على السؤال بنقطه، كل سؤال هتجاوب عليه بنقطه واحده. اكتر واحد واخد نقط هيكسب معانا جائزه البرنامج 1000 جنيه. طب لو اتساويتوا في النقط اتعادلتوا كده هنعمل ايه؟ كده 500 و500. برافو عليك. تمام. اول سؤال للاستاذ مؤمن. من اول من اخترع الطيران؟ بصراحة مش عارف. طب فكر شويه. استاذ مؤمن اول سؤال كان صعب فللاسف ضاعت منه نقطه. نحاول نجيب سؤال اسهل من ده. هنسال الاستاذ مؤمن سؤال تاني. كم عدد كواكب الارض طبقا لوكاله ناسا عام 2010؟ 12. غلط. للاسف غلط برضه. 11 كوكب. طيب سؤالين تاني للاستاذه زينب وبعد كده نرجع سؤال تاني للاستاذ مؤمن. اول سؤال للاستاذه زينب. من هو نبي الاسلام؟ تمام. النبي محمد. برافو عليك، برافو عليك بجد. برافو عليك. تمام، اجابه صحيحه عند الاستاذه زينب. كده 1-0. تاني سؤال للاستاذه زينب. عايزين نحاول نجيب بس سؤال صعب شويه عشان يبقى فيه محايده. صح كده. تاني سؤال. ما هي عاصمه مصر؟ القاهرة. برافو عليك. برافو عليك بصراحة، يعني كانت أسئلة صعبة شوية بس هي عرفت إن هي تجاوب عليها. كده 2-0. طيب آخر سؤال للأستاذ مؤمن. السؤال الأخير يا أستاذ مؤمن، ركز معايا. ما هي عاصمة روسيا؟ كده. طيب. طيب ثالث سؤال للاستاذه زينب. هنحاول نجيب سؤال صعب. السؤال الثالث للاستاذه زينب. السؤال الثالث. من هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ السيدة خديجة. برافو عليك. برافو عليك. الصراحة النتيجة كانت صعبة جدا. 3-0 للاستاذة زينب. يعني كانت منافسة صعبة شوية يعني بصراحة. يعني استاذ مؤمن تعوض ان شاء الله. بس حابين نسمع منك كلمه. بس وجه كلمه للاستاذه زينب. تمام. استاذه زينب كسبت معانا المسابقه. ماشي يا عم، الف مبروك وان شاء الله تتعوض في مره ثانيه. ايه رايك في المنافسه؟ المنافسه كانت شريفه؟ صراحه حلوه. الاسئله كانت تمام. يعني في محايده ولا كنت لا مايل لك شويه؟ مش محايده خالص. لا مفيش محايده؟ لا انا كنت مايل لك شويه على فكره. كنت بديك اسئله سهله. صعبه. لا انا كنت بديك انت اسئله سهله. لا مفيش منه الكلام ده. لا طبعا انا مش كنت بدي له اسئله سهله. ايوه. ثاني. بص احنا كنا بنعمل فيك مقلب بصراحه. وده مقلب هينزل على قناه على اليوتيوب اسمها كوكب الصعيد. شرفت بيك يا اخويا. شرفت بيك. نذيع يا عم نذيع. ماشي. اهلا. شكرا. معنا الاستاذه طبعا. اسم حضرتك؟ زينب. استاذه زينب. الاستاذ بعد اذنك اسم حضرتك؟ محمود. معانا الاستاذ محمود والاستاذه زينب النهارده في تحدي جديد. التحدي النهارده هيكون تحدي اسئله. 3 اسئله للاستاذ محمود، 3 اسئله للاستاذه زينب. السؤال بنقطه. يعني كل سؤال هتجاوبه هتاخد نقطه. اكتر واحد هيجيب نقاط هو اللي هياخد ال1000 جنيه. نبدا. اول سؤال مع الاستاذ محمود. من هو اول من اخترع الطيران؟ عباس بن فرناس. عباس بن فرناس. برافو، اجابه صحيحه. تاني سؤال للاستاذ محمود. من هو اول من سجل اول هدف في البطوله الافريقيه عام 1970؟ ما انت ماليش في الكوره من الاول خالص. اسالني اسئله دينيه.
هو السؤال كده. ما اعرفش. طيب تمام كده 1-0. الاستاذ محمود خد سؤالين، دلوقتي الاستاذه زينب هتاخد سؤالين كمان، وبعد كده نرجع للاستاذ محمود بالسؤال الثالث. الاستاذه زينب اول سؤال معانا، من هو نبي الاسلام، نبي الدين الاسلامي؟ سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. تمام اجابه صحيحه، برافو عليكي. يبقى كده 1-1. سؤال تاني للاستاذه زينب. لا كده ليه في ايه؟ بس اسئله سهله كده. ماشي عشان بس البنات مش البنات يعني كده خلاص تمام. اسئله سهله. لا على فكره انا منحاز ليك جدا. على كده انا بديك اسئله سهله على فكره من بدري. كده؟ ايوه نبي الاسلام ما حد ده جبت طفل صحيح يقولوا لك. ماشي ممكن تكون ما تعرفش. يا سلام. السؤال الثاني بعد اذنك يا استاذ محمد. السؤال الثاني للاستاذه زينب، ما هي عاصمه مصر؟ القاهره، برافو عليكي. عاصمه مصر القاهره، برافو عليك يا استاذه كده زينب. انا امشي انا. ليه 2-1. الرجال طب في حاجه على النساء اول ما نديله في حاجه لا مفيش حاجه خالص. امال ليه في ايه طيب؟ ابدا مفيش حاجه خالص. طب تمام كده 2-1 للاستاذه زينب. لا لسه عندك سؤال لسه عندك سؤال يا استاذ محمود. السؤال الثالث بتاع الاستاذ محمود. كم عدد كواكب الفضاء طبقا لوكالة ناسا عام 2024؟ 11. لا هم 10. اخر تصنيف لوكالة ناسا قالوا ان النيزك ان كوكب زحل ده نيزك مش كوكب. كده 2-1. السؤال الثالث، من هي زوجة النبي عليه افضل الصلاة والسلام؟ خديجة، اجابة صحيحة، برافو عليك. كده 3-1. لا مش انا رايح ليه؟ خلاص. هو في حاجه طب تانية هم كم واحده طيب اصلا؟ 3-1. لا هم كم واحده اصلا؟ كم زوجات؟ سبيهم كم؟ انا قلت لها اسم واحد، قلت لها عايزين اسم زوجة النبي، فهي قالت سيدة خديجة. بعد اذنك بس هو خلاص كده السؤال بتاع الكم لا هو خلاص خد 3 اسئله وجاوب سؤال واحد. كده خلاص الاستاذه زينب هي اللي كسبت التحدي يا جماعه، وهي اللي هتاخد ال1000 جنيه للاسف. وبعد اذنكم بس المسابقين بس هيوجهوا بس كلمه لبعض. اتفضل يا استاذ محمود وجه كلمه للاستاذه زينب. هارد لك. كان في شفافيه في الاسئله؟ لا ابدا خالص ازاي؟ ما اعرفش والله. لا، جبت كان في طفل صغير، جبت طفل 6 سنين والله العظيم. يا استاذ يعني انا مثلا منحاز لها هي عشان هي بنته كده. لا عادي مش طب ايه يا طيب؟ عم خلاص الاسئله مبروك والله العظيم سامحك. طب استنى بس ثواني. استاذه زينب عايزه توجهي له اي حاجه او اي سؤال؟ لا مبروك للاثنين، ما فيش حاجه. يا عم عادي. تمام شكرا يا استاذ محمود، شكرا. الف مبروك يا استاذ. تعالى سؤال. لا والله احنا كنا بنعمل مقلب. ده مقلب على نفس عشان الكاميرا. احنا كنا بنعمل مقلب والاستاذه تابعنا. كويس ان المقلب ساوي، مش مشكله عادي. ايه رايك ينزل؟ موافق ان احنا ننزل المقلب ده؟ يا ريس طيب 1000 جنيه فين؟ الف مبروك يا استاذ. مش 500 جنيه ولا حاجه؟ معلش. السؤال عاصم، من هو مخترع الطيران؟ مش عارف. كده عاصم اول سؤال 0. ما هو اسم نبي الدين الاسلامي؟ سيدنا محمد، اجابه صحيحه. كده في نقطه للاستاذه زينب، 0 للاستاذ عاصم. السؤال الثاني، ما هي عاصمه روسيا؟ موسكو. اجابه صحيحه، برافو عليك. كده نقطه. كده في السؤال الثاني للاستاذه زينب، من هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو مش عايز افتي يعني. السيدة خديجة. السيدة خديجة، برافو عليكي. كده 2-1. اخر سؤال للاستاذ عاصم، كده لو هو ما جاوبش السؤال ده كده هيكون هو خسر. من هو صاحب اول هدف في البطولة الافريقية لعام 1970؟ 1970 أول هدف في أفريقيا. مش عارف والله، أنا متابعش. مش عارف للأسف. كده 2-1. فكده كسبت الأستاذة زينب، هتكسب هي ال1000 جنيه.
لا، مع ان الاسئله كانت يعني صعبه سهله جدا للاستاذ عاصم، وكانت صعبه على الاستاذه زينب، بس للاسف يعني ما عرفناش. تحب تقولي له حاجه؟ ثواني بس لو سمحت، تحب تقولي له اي حاجه؟ كنت بتسألوا على تحب تقولي له اي الكورة؟ حاجه؟ بس هو خلاص خسر كده، وانت كسبت معانا مسابقه. ألف مبروك. ليه احنا شكرا. احنا بنعمل فيك مقلب، ان احنا طبعا اديناك اسئله صعبه شويه. تعالى 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 تعالى. بص على ايه؟ السؤال الواحد والسؤال السهل. الحمد لله انا ما لقيتش منه رد فعل قوي، بس احنا كنا بنعمل فيك مقلب. المقلب ده ايوه والله العظيم المقلب ده اتذاع على قناه يوتيوب. ايه رايك؟ عندك مشكله ان المقلب ده اتذاع؟ لا عادي فيهاش حاجه. خلاص تمام. شرفنا. كوكب السعيد.